هادشي اللي كتشوف ماشي فيلم، هذه اعاده تمثيل اغرب جريمه دازت في المغرب. ما غاديش يطيح روح ولا جوج، 3 ديال الرواح في دقه واحده. المعنى الحقيقي ديال الانسان بفعايل ديال الشيطان، وهادشي كامل علاش؟ قول لي علاش؟ على حاجه تافهه، تافهه، وكيكونوا هاني من اللي خداها ما فرحش بها، غير شده وداروا ليه الصابون. قضيه ما يمكنش تخيلوا الخوت كيفاش غتسالي، ومول هاد القضيه مازال دابا مشدود. قضيه ديال هاد النهار غادي تمشي بينا لطنجه، وبالضبط في حي البرنوسي. فهاد الحي ساكن واحد السيد سميتو احمد، هو عائلته عنده 2 بنات، الكبيره سميتها نهاد تكون عندها 32 عام، والصغيره فاطمه الزهر عندها ديك 21 عام. سي احمد عايش هاني مع بنته والزوجه ديالو اللي عندها 55 عام سميتها السعديه. هاد العائله كانوا مزيانين ومعروفين عند الكبير والصغير بحسن الاخلاق ديالهم والمعامله. هاد احمد كل صباح كيمشي للخدمه ديالو كيف عويدو، وبنته الصغيره كتمشي للقرايه ديالها، كتبقى في الدار غير مراتو اللي هي السعديه وبنته الكبيره اللي سالات قرايتها ومازال ما جابش الله شي خديمه. واحد النهار كان احمد في الخديمه ديالو حتى غادي يصوني ليه اهل ديالو، غير جاو وسمع صوت البكا من التليفون. مالكم ياك ما كاين باس؟ قالوا لي اجي الام ديالك الله يرحمها. احمد مسكين مشى كيجريو مع عالم به غير الله، مشى الدار ديال الوالدين داروا كاملين الواجب ديال العزاء ودازت الايام. هاد احمد واحد السيده من عائلته سميتها رشيده، كانت عندها تقريبا تهي فوق الخمسينات، جات من الرباط لطنجه باش تعزيهم حيت ما قدراش تجي في ايامات العزو بسبب شي ظروف كانوا عندها. داز الدار ديال الوالدين ديال احمد عزات خوتو، ومن بعد جات عند احمد لدارو باش حتى هو تعزي. كان هذاك النهار 2010 جوج 15 ملي جات عندهم، المهم رحبوا بهذيك العائله وكانت عزيزه عليهم بزاف. رشيده كانت معوله تبقى معاهم ديك اليومين حتى الثلاثيه. نهار ثاني فقط رشيده مع ديك 10 ديال الصباح، لقات السعديه وبنتها نهاد موجدين الفطور وكان غير هما في الدار. احمد راه في الخدمه وبنته الصغيره مشات للمدرسه. 12 بحال هكا خرجت الدريه الصغيره من المدرسه ورجعت للدار كيف عويده، كتدق في الباب والو، وشي واحد جاوبها. فهمتش علاش، وهي تصوني الاب ديال احمد قالت لي واش قالت لك ماما راه غادي تمشي لشي بلاصه. احمد عارف مراتو ما كتخرج، قال لها لا حيت السعديه معروف عليها ما كتخرج حتى شي بلاصه الا وعلمت راجلها. احمد ملي شاف بنته بقات واقفه عند الباب قصد دارو في البلاصه، ملي جا عندها حل الباب ودخل هو بنته. وليدي شاف واحد المنظر قمه في الرعب، واحد المنظر اللي حتى عدوك ما تبغيش تشوفيه فيه. دار كل دميات، ورشيده اللي كانت جايه عندهم تعزي قام ذبوحه ومطعونه شحال من طاح لحد الباب ديال الدار. بنته غير شافت هادشي ما قالتش على راسها حتى سخفات في العتبه ديال الباب، غير الجيران اللي جاو هزاو وداوها عندهم. والسي احمد مسكين ما بقى عاقل على راسو ولا على بنته بديك الصدمه اللي شاف، بقى تابع داك الدم اللي هابط من الدروج وقلبه بغى يتفرقع حيت كان حاس بلي الدم اللي هابط من الدروج يا اما ديال بنته يا اما ديال مراته. وفعلا لقى بنته كبيره حتى هي مذبوحه وفيها بزاف ديال الطعنات. غير وصل للطاج الثاني لقى مراته السعديه حتى هي مذبوحه ومطعونه. كارثه من كارثه، ما قدر يثبت راسو غير بمشقه ديال الانفس، حتى من التليفون ما قدرش يعيط بيه على البوليس. الخبار دغيا داعا ودار بوم بين الناس والجيران ديال الدرب حتى وصلت الناس كاملين ديال المنطقه. شي كيقول شي، وصلوا البوليس لقاو بزاف ديال الناس كلشي باغي يعرف شنو هو واقع بالضبط. البوليس داروا الاجراءات ديالو، ما لقاوش الاثار ديال هاد المشرك كاع، حتى من البصابات ما لقاو والو. خداو عينات ديال الدم من الضحايا. البوليس بغاو يعرفوا واش القتل كان بدافع السرقه ولا لا. فلاو الدار ولقاو الذهب باقي، يعني حتى حاجه ما ماشيه. ولكن سي احمد قال لهم الذهب لا ناقص وناقصه منه 2 مليون. قالوا ليش ناقص؟ قال لهم غورميطه. شي حير البوليس بزاف وقالوا حنا عارفين بلي هاد التصفيه كانت بدافع السرقه، ولكن ما تخش لينا راسنا وعلاش ما خداش الذهب كامل، علاش خدا منه غير غورميطه صافي. البوليس هما كيحقوا لقاو الريدو ديال الكراج طالع شويه وشي نقاطي ديال الدم في الدروج ديال الكراج غاديين حتى الكوزينه في الطاج الاول. يعني هذا اللي دار هادشي غسل يديه. عرفوا باللي المجرم فاش قتل الضحيه هبط الكوزينه في الطاج الاول، من بعد خرج من الكراج. خداو المهم ديك العينات من داك الدم. البوليس سلموا الضحايا لاهاليهم. قبل الجنازه حضروا مئات ديال الناس ديك الجنازه، ومن بين دوك الناس كانوا البوليس سيفين لابسين غير عادي بحال الناس، باش الا كانت شي حاجه ولا طرات شي حاجه كونوا حاضرين تما. حيت القضيه ما كانش سهله، وين ما بان لهم والو. ولاحظوا باللي كاين مع دوك الناس واحد الدري تكون عنده ديك 20 عام بحال هكاك، كان لاوي على يديه واحد الفاصمه والتصرفات ديالو كانت غريبه شويه. دخلهم الشك. فاش سالت الجنازه تبعوا البوليس بلا ما يحس بهم
حتى عرفوا باللي هو اصلا شهر هاد الضحايا. الغد لي قصدوا ودوا الكوميساريه والعائله ديالو، كانوا ليهم باللي اجراءات غير عاديه. وفعلا بوليس حيت كانوا حقهم مع كاع ديك الجيران اللي كانوا في ديك البلاصه. هاد الدري كان سميتو علاء الدين بن حمو. علاء الدين كان دري نقي، لا بليا لا والو لا صوابع، من الدار خدمه ومن الخدمه للدار. كانوا ناس مثقفين وواعيين وكانوا خدامين بجوج فرامليه. البوليس عرفوا منه ومن والديه بانهم جيران ديال هاد الناس 25 عام ولا اكثر، ما عمر شافوا من بعضياتهم غير الخير. البوليس قالوا للوالدين ديال علاء الدين صافي غير سيروا، ولكن قالوا لعلاء الدين نتايا غير بقى وما يسولوا مالك في يدي. قال لهم علاء الدين يودي والو، غير واحد 3 تلقاو ليا وكريسيوني، وفاش كتدافع على راسي جرحوا لي يدي. هنا البوليس قالوا لعلاء الدين صافي هادشي اللي كاين. قال لهم هادشي اللي كاين، وما يقول لي راه باقي غير واحد الفحص ما تمشي بحالاتك. قال لهم اما هو، قالوا لي غناخذوا منك واحد العينه ديال الدم ونطابقوها مع شي عينات باش نخرجوا الشك من اليقين. لا غادي يبدا علاء الدين كيتفتف، والبوليس والبوليس مخنزرين فيه، هو يبدا يتفتف. شاف حتى هي ويقول لهم غير هداو بلاش هادشي كامل كاع، انا ومولاها انا اللي قتلتهم كاملين. فاستقصوا البوليس علاش، شنو السبب؟ قال لهم كنت محتاج فلوس بزاف ومشيت غير باش نسرق، حتى وليت مصفيها 4 ديال الرواح. البوليس قالوا لي هدا كيفاش علاء انت بالسلامه شحال من واحد مصفي لي 3 ولا 4؟ وهنايا فاش غيدي اعترف ليهم بالماضي الاسود ديالو، هي غير كتبدا غير بنقطه فاش كيفيض الواد مولاها ما كيبقى يعقل حتى شي واحد. ويقول لهم علاء واحد النهار كنت محتاج فلوس ضروري، وانا نقصد واحد صاحبي كان كيسحب لي عنده الفلوس ساعه صدقت بصفي عليه على والو، لقيت في جيبو غير تليفون 1000 درهم. قال لهم هو بارد كيصفيتها لي على والو. بوليس ملي جاو يشوفوا شكون هاد السيد اللي كان صفي لي هاد علاء، لقاو بلي الملف ديالو ما فيهش سميه القاتل، حيت ديك الوقيته ما لقاو البوليس حتى شي اثار ولا بصمات ولا شي حاجه تعطيهم راس ديال الخير باش يوصلوا المفعله. كتبوا في الملف ضد مجهول، ولكن روح عزيزه عند الله هي ما يتخبى. في الاخر تفضح القديم والجديد. المهم بوليس ما يسولوه كيفاش نفتش بعد هاد العمليه ديال 3 حاجه. شوفوا داك الاخر قال لهم كنت فايت خدام كنبيع ونشري حوايج قدام في كازا باراطه، والسعديه كانت عارفاني كنبيع في البالي وطلباتني نلقى لها الشاري لواحد الصالون عندها قديم بغات تبدلو. ويقول لهم علاء قلت لها مرحبا، من غدا نجي ناخذ العبار وتصور ديال الصالون. وقال لهم فعلا الغد لي حليت شكارتي وبلاصه ما ندير فيها المترو درت جنو كبير وطونوفيس وقصدتهم. قال لهم واخا دخلت كنت عارف عند الزي، ولكن جيت مصمم على العمليه ديالي. قال لي ملي وصلت الباب دقيت وحلت لي السعديه وقلت لها اش اخبارك يا خالتي السعديه. وقال لي مسولت على الصالون، قالت لي راه في الطاج الثاني. وقبل ما نطلع دخلت سلمت على الضيفه اللي كانت عندهم تمايا وبنتهم الكبيره نهاد، وطلعت تبعت السعديه باش توريني الصالون. ملي وريتو ليا قلت لها بلاتي يا خالتي نهبط نجيب المترو راه نسيتو تحت في الشكاره. غير هبطت هزيت الجنوي وخبيته مورا ظهري وطلعت بلاصه وانا نخرج فيها عينيا. قلت لها قولي لي دابا الفلوس فينا هما ولا ما يعجبك حال. السيده بالصدمه كتسحبني غير كنضحك، بقات كتساكته وكتشوف فيا وتقول لي اش من فلوس اوليدي واش كتضحك. شديت لها في يدها وانا نخشي فيها الموس وهي تغوت وانا نزيدها ضربه اخرى. بنت نهاد بحال سمعات ما فاش غوتات تمات جايه طالعه في الدروج وما كانش عارفه بلي كل خطوه كتخطاها في الدروج كانت موراها الموت. قال لهم علاء غير وصلت وهي باقا واقفه في العتبه مازال ما شافاش ما في ديك الحاله. وانا نخرج ليها من الجنب تبعت هي في البلاصه طاحت على وقفتها. رشيده هي نفس اللقطه سمعات الغوت وطلعات في الدروج وشافت شنو اللي واقع، ولكن غير وصلت نص كيبان الدمايات نازلين من الدروج. ونهاد في ديك الحاله قال لهم علاء بالخلعه بزز باش قادره تحرك رجليها وتهرب. دارت كثر من جهدها حتى وصلت للباب برا، ولكن للاسف شديتها ودرت لها شي بحاله وليني كانت كتدافع على راسها حتى جرحت يدي. وقال لهم مع ذلك بقيت معها تصفيتها لها وطلعت باش نتاكد باللي نهاد ماتت قاميتها، حيت اصلا كان لهم ذبحتها ولكن ما كانش متاكد باللي السعديه ميته حيت كان غير طاحنه وهو يذبحها حتى هي. وقال لهم دخلت البيت وسرقت 2 المليون وقول ما يدير الذهب وخليت الباقي باش ما يشكوش فيا. قال لهم صفيتها لكل شيء باش نتاكد انه ما يفضحونيش. وفسر الجريمه ديالو مشى للكوزينه وحمر كاس ديال الماء
وشربوا بشويه عليه بحال اللي راه ما داير والو من هادشي. يلا كان باغي يحرق الدار باللي فيها قبل ما يخرج، حتى كيسمع الدقان في الباب. كانت البنت الصغيره عاد رجعت من المدرسه، ومن حسن الحظ ديالها قال لهم ما كانش عندها السيروت، اما كون راه تاهي صفيت عليها. قال لهم من تما هربت بالزربه، خرجت من الكراج. فاش علاه كمل هضرته على القضيه، البوليس بقاو غير كيشوفوا هما مصدومين. قالوا هذا راه ماشي بنادم، هذا راه وحش ولا كثر، وليني خدا العقاب ديالو. واخا هادشي كامل اللي خدا قليل في حقه، حكموا عليه بالاعدام، ولكن حيت ما كيطبقش في المغرب تحكم بالمؤبد، وباقي لدابا كيدوز فيه. قضيه مؤلمه، وبحال هاد النوع خاصو اشد العقاب، خاصوش يبقى مسدود عليه غير في 4 الحيوط، خاصو يتكرفس باش يكون عبره لوحدين اخرين. ونايا الخوت كتسالي القضيه ديال هاد النهار والحلقه ديال هاد النهار. تلاقاو في حلقه اخرى وفي قضيه اخرى ان شاء الله. تهلاو في راسكم.